ربنا يصبرك على فراقه. ان شاء الله ياخد بايدك انت وابوه وامه ويدخل بيكم الجنه. مش قادرة أصدق إنه سابني ومشي. الفراق مر، بس برضه يعني ما ينفعش نقول الا اللي يرضي ربنا، وهو ما يغلاش على اللي خلقه. ادعي له بالرحمه. ربنا يرحمه يا رب. طيب انا هتحرك دلوقتي على القاهره وهعدي عليكي كمان يومين. اي حاجه تحتاجيها كلميني. أنا متشكرة أوي يا أستاذ علي على وقفتك معايا. مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش كده، الناس لبعضيها. ربنا يصبرك، ربنا يصبرك. كتر خيرك ما نجيلكش في حاجه وحشه. معلم عظيمه جاي يعزيك يابا. شد حيلك يا صابر، ربنا يقويك ويصبرك. صدق اللي قال يقتل القتيل ويمشي في جنازته. انا ده جزاتي اني جاي اعمل الواجب. في بنت اللي جايبك وسط الرجاله راحوا اقعدي مع الحريم. عشان ما عندناش رجالة غير أبويا فجيت أسد معاه. هتفضل ماشي في ديله لحد إمتى؟ عايزه يعمل فينا إيه تاني عشان ترتاح؟ امشي اطلع بره أنت وهو. انت ما تربينيش. اعمل حساب الناس اللي جايين يعزوا. بتمد ايدك على اختك وانا لسه عايش. اطلع بره وانت غور من هنا. مش عايز اشوفك في البيت مره تانية. اعتبر ان ابوك مات. انا بريء منك ومن افعالك. اهدى يا عم صابر عشان الناس. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ميادة. ميادة، هو انت كنت فاكرني هفضل حاطه ايدي على خدي مستنياك ترجع اللوكاندا لما تزهق من الصرمحه ورا ست هانم؟ حضرتك فاهمة غلط. استنى انت روح لم نفسك يا ميادة واحترم الظرف والمكان اللي احنا فيه. حقك عليا يا روح. يلا قدام يلا. كان لازم اعرف ان الحركه الخايبه دي ما تطلعش غير منك انت. شكلها كده الخضة عاملة عمايلها معاك. بنت عمتي وطلبت مني اوصلها، كنت عايز اسيبها تيجي لوحدها؟ ده بدل ما تشكرني يا علي. لا الشكر جاي ما تقلقش. انت كمان ليك عين تتكلم بعد كل اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ جيت لقيتني في عزا ودخلت في الناس زي القطر، بدل ما تعزيهم فرجت الناس عليهم. يا حنين، انت كمان هتقلب عليا الترابيزه وتطلعني انا اللي غلطانه؟ ميادة روحي زي ما جيتي. يبقى ترجع معايا. انا هرجع لوحدي وانت هتروحي زي ما جيتي. وانا قلت لك ترجع معايا ورجلي على رجلك، يا اما تطلقني. فاهمه انت بتقولي ايه؟ هو ده اللي عندي. ماشي يا ميادة، انت طالب. ده الديزاين بتاع المعارض، ايه رايك فيه؟ تحفة، حلوة قوي ما شاء الله. المفروض هيخلصوا تشطيبها بعد كام يوم علشان العربيات خلاص وصلت. وفي مفاجأة كده محضرها لك. أنا كلمت صاحب المكتب الاستشاري اللي بيعمل الديكور بتاع المعارض ووريته رسوماتك. هو عجبته جدا ووافق إن أنت تنزلي تحت التمرين. بجد؟ أنا مش عارفة أقول لك إيه يا سيف، بجد أنا متشكرة قوي، يعني ربنا يخليك والله يا رب. أنت تستاهلي كل حاجة حلوة. ولو رسوماتك مش حلوة ما كانش وافق. طب بمناسبة الرسم يعني، مين البنت اللي أنت قلت لي أرسمها لك؟ ساعة ما بعتلي وأنت بتتهرب من السؤال. أنت
على فكره انا كان نفسي يبقى عندي موهبتك علشان ارسمك، بس يعني للاسف. وقلت بقى خليك انت ترسميها علشان اخدها منك تذكار. يا حلاوته يا حلاوته، وحشتني. انت كمان عشتين. انا كنت فاكرك بتضحك عليا وانك مش جاي. وانا امتى ضحكت عليك يا كمالي؟ البيت نور. اقعد ارتاح، ربع ساعة واكون عملت لك حتة الفراخ المحمرة والملوخية اللي بتحبها من ايدي، ولا اعمل لك كوارع. لا مش قادر، ماليش نفس. ده انا كمان يا ام ايد عسلية، مش انت اللي دايما بتقولي كده؟ طب بلاش، خد حتة التفاحة دي من ايدي، شكلك هفتني يا قلبي. هاكل وراك عشان اجري وراك اكتر ما بجري. عارفه يا كمالية، لما بشوفك بنسى همومي. مالك يا حبيبي؟ فضفض، فيك ايه؟ ايه مش عايز تحكي لي؟ ده انا اغني لك بقى عشان تروق. اضحك يا ابو علي يا خفيف الدم، روق يا ابو علي ما تشيلش الهم، يومك فلالي فرفش وانجلي، روق 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 يا ابو علي يا ابو علي. ايوه كده يا اخويا، ضحكتك بالدنيا. انا طلقت ميادة. طلقت؟ ليه يا علي؟ كل واحد وليه طاقة، وانا طاقتي خلصت معاها. وايه اللي جد؟ اكيد في حاجه حصلت خلتك تاخد قرار زي ده. البنت اللي كانت في الدار وصلتها لحد بيتها، اخوها كان اتوفى يعني الله يرحمه، ففضلت معاها هي واهلها. لقيت ميادة طب عليا، حصلت بينا مشكله رميت عليها اليمين. تاني البت دي يا علي؟ هو ايه حكايتها بقى؟ ما انا ملحقتش اكلمك في حاجه في النايت، بس عندها حق ميادة مراتك لو لقيتك معاه. انت كمان يا كمالية؟ ما هو ايه اللي وداك وراها؟ وكانت اترمت علينا من انهي داهيه دي اصلا؟ الله يخرب بيت ما جايبك يا امنيه. انا ماشي يا كمالية، انا غلطان. طب استنى استنى والنبي ما تتحمقش كده. يبقى كده ربنا كاتبها لنا. ما انا قلت لك انك ان شاء الله في الاخر هتبقى ليا ومفاتيح قلبك معايا. اتجوزني يا علي. مش هينفع يا كمالية. وايه اللي ما نفعوش؟ ناقصني ايه عشان اكون مراتك؟ شغلك، عشان شغلك يا كمالية. وانا كلمتك في الموضوع ده اكتر من مره. انا مراتي مش هتبقى سارحه في النيطات، واللي فايق واللي مسطول عينه ما تشالش من عليها. انا مراتي ست بيتها. بتقول لنا الكلام ده يا علي؟ نفس الاسطوانه وبتتعاد؟ وانت فرقت ايه بقى عن طليقي؟ خش بقى معايا في الدغري وما تتحججش. انت مشكلتك في جوازك مني مش شغلي، شغلك انت. شغلي؟ وايه العلاقه؟ اقول لك انا بقى ايه العلاقه. انك كده كده هترجع لميادة عشان مش هتخسر ابوك وتعاديك وتطلق بنت عمتك الست فاتن هانم الجوهري اللي مشاركه ابوك في كل حاجه. هو انت معايا ليه يا علي؟ بتعمل ايه في حياتي؟ انا كلامي خلصان يا كمالية، واللي عايزه مش هزيده. عاوزة تتجوزيني انا موافق، يلا بينا، بس بشرط تسيبي شغلك والمشروطة محطوطة. مش هسيبه يا علي، مش هسيبه، عشان لو جه الوقت وقلبت عليا مش هعرف ارجع النجمة كمالية بتاعت دلوقتي. انا شغلي هو اللي ساندني. ماشي يا نجمة، انت اللي اخترتي. ازاي حضرتك يا فندم؟ انا والله ما صدقتش نفسي لما قالوا لي مختار بيه السنه دي عايز يقابلك.
اصل انا بسمع عن حضرتك من الدنيا كلها. مش انت ابن منصور الجوهري الكبير؟ اه يا باشا الكبير. ايوه، الكبير اسما مش فعلا. مش فاهم. علي كلاي بيلعب لعبه مش قدها، وهيخسركوا الجلد والساط. واحده واحده عليا بس كده يا باشا، وفهمني حضرتك تقصد ايه. علي كلاي وصولي، واللي بيخطط له هيوصل له حتى لو كان على حسابكم. انت عارف ان انا بعزكم، وانا اللي وقفت جنب ابوك لحد ما وصل اللي وصل له ده كله. بس يعز عليا بقى انه يقع. انا في صفقه تخصني، وعلي كلاي واقف لي فيها، وابوك عايم على عمري، وانا ما اتعودتش حد يقول لي لا. ياخد الصفقه دي يمسح اسمكم في السوق نهائي، وانا ممكن اركبك مكان علي كلاي ومكان ابوك كمان، بس اهم حاجه الطاعه. لا يا باشا، هتمسح اسمنا من السوق ايه؟ شوف حضرتك الصح ايه واحنا نعمله. برافو يا ماهر، ذكي فعلا. عاجبك كده يا خالي؟ عاجبك كده؟ يرضيك اللي علي عمله فيا؟ اهو طلقني ورماني كأني رمية ملهاش تمن. لا ملهوش حق يا علي، والغلط راكبه من ساسه لراسه. انت يابا لازم تسمعه كلمتين في جنابه، هو كان يطول مياده. اكتمي يا بنت ما تولعيهاش. وانت يا ميادة حبيبتي اهدي، اكيد لحظة غضب دخل فيها الشيطان بينكم وراحت لحالها. شيطان ايه بس يا خالي؟ بسأل ماهر ابنك علي طلقني ازاي؟ طلاق في ساعة غضب يعني لا يقع. يا حدين اكيد انت برضه طلعتي عفاريتك عليه وهو اتنرفز. انا لما يجي علي هيبقى لي كلام تاني معاه. المص تعالي عايزك. روقه يا ميادة روقه. طب والله علي بيحبك،